يا اخوانا اش اخباركم؟ ان شاء الله انكم تكونوا بخير. المهم واحد الاخت كتسول، هي مطلقه، قالت لك انا الا تزوجت واش غتسقط الحضانه ديال الطفل، زعما ما نبقاش الولد انه يبقى عايش معايا. اذا انا جبت لكم من هنايا واحد الموضوع اللي كيتحدث على هذه القضيه، هو انه لا يسقط المراه حضانتها في الاحوال التاليه. يعني المراه اللي مطلقه وتزوجات ما كتسقطش الحضانه ديالها في هذه الحالات، هي تقريبا 5 حالات او 4 حالات. اذا كان المحظون صغيرا لم يتجاوز 7 اعوام او يلحقه ضرر من فراقها. اذا هنا اذا كان هذا المحظون، يعني هذا الطفل عنده اقل من 7 سنين، واخا تزوج الام كيبقى معاها. وكذلك او يلحقه ضرر من فراقها. يعني احنا عارفين مثلا كيكون بعض المرات الابن متشبث بالام، يعني الا كنا غنفرقوا هذا الابن على الام ديالو غيلحقوا شي ضرر، اذا هنا ما كتسقطش الحضانه. ثاني شيء، اذا كان بالمحضون مرض او عاهه تجعل حضانته مستحيله على غير الام. يعني هذا الطفل عندنا مريض، عنده واحد العاهه مستديمه، ما كيقدرش يمشي ولا ما كيهضرش ولا في شي متلازمه. اذا ما نقدروش نفرقوا على الام ديالو، كيبقى في الحضانه ديال الام. يعني الاب ولا الام ولا ام الاب ما يقدروش انهم يرعاو الطفل، فكتبقى الحضانه الام ولو انها تزوجات. الحالة الثالثة، إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للطفل. يعني هاد السيد اللي يتزوج بها من يعني قريب يعني قريب من المحارم، أو نائب شرعي للطفل. يعني كان، يعني هو كان من المحارم، مثلا ولد عمها، ولد عم خالها، يمشي حاجة قريب للدم، أو نائبا شرعيا للطفل، يعني ولا شي واحد كان ينوب شرعيا على الطفل من ناحية الأب. إذا كان نائبا، يعني الحالة الأخرى، إذا كان نائبا شرعيا لطفل، إذا تم زواجها من غير من هم منصوص عليهم أعلاه، فإن سكوت من له الحق في الحضانة فترة عام بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة. هنا شنو كيقول لك ودي، الا كان تزوجت هي بواحد الواحد ما ماشي من الاقرباء، ما كيجي للزوج ديالها حتى حاجه، ما يعني بعيد كل البعد وماشي نائب شرعي، تزوجت بواحد براني مثلا تعرفات عليه في شي بلاصه وتزوجت به، ولكن دازت مدة عام والطليق ديالها ما قال والو. يعني هنايا ما غتسقطش الحضانة، ولكن يعني قبل عام غادا تسقط، الا اذا كانت اسباب قاهره. مثلا دازت عامين عاد عرف ماشي عاد عرف داز مثلا دازت عامين عاد عرف بانها راها مزوجه، ولا مثلا هو كان عارف ولكن ما كيعيش في هذيك الدوله، ولا شي حاجه اللي منعته انه ما يقدرش يرفع دعوه. فهنا ولو يمر عام يمكن تسقط الحضانة. إذا هذا الشيء اللي كاين في الموضوع ديالنا اليوم، ونتمنى والله نكون فدتكم شوية، اللهم يسر.